السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم. وعلى بركة الله جبت لكم هذه الهريسة الحارة هايلة بالبزاف. اللون والريحة والبنة ما شاء الله، يعني حقيقة هريسة روعة. وتابعوا الفيديو للأخير، نقول لكم على السر اللي يخليها يعني محافظة، يعني نقدروا نحتفظوا بها بلا الحافظ وبلا ما نحطوها في المجمد. وهيا معايا مع بعض نحضروا هذه الهريسة. عندي هنايا هذا الفلفل، كما راكم تشوفوا الكمية تاع الفلفل الأحمر الحار. هنايا الفلفل تاعي ماهوش حمر بزاف، راح ندير له يعني كيما دير أمه ربي يحفظها لنا. تربطوا بالخيط هكذا، تربط كامل الفلفل بالخيط وتنشروا، يعني تنشروا يومين ثلاثة. راح راح يرجع حمر كامل، يحمرنا كامل باش نتحصلوا على هريسة اللون تاعها هايل بالبزاف. وهذاك الفلفل يعني ينشف، على خاطر الفلفل كي يكون هكذا يكون فيه الماء، الهريسة مش راح تكون يعني كيما نحوسوا عليها. نخليوه هكذا يتنشر هكذا حتى ينشف شوية من الماء، كيما قلت لكم يومين ثلاثة. ونخدموا هذيك الساعة يعني هذا الفلفل باش تجينا الهريسة تاعنا هايلة بالبزاف. عندي هنا بعد ما نشرتو غسلته مليح كيما راكم تشوفوا. هاو ذاك كيفاش رجع يعني حمار هايل. غسلته دركا راح نجيب هنايا نحي بعد ما غسلته نشفته، ونجيب هنايا نحيلو الزريعة تاعو كيما راكم تشوفوا، يعني كامل كيما رانا نديرو. نحيلو كامل هذيك الزريعة، ومن بعد راح نفورو هكذا. ويعني هنايا الخدمة تاع الفلفل لازم لنا نلبسو ليغو، على خاطر الحرارة تاعو تبقى لنا في اليد كيما على بالكم. هكذا راح نكملو كامل، نحيلو كامل الزريعة تاعو هكذا حتى نخليه كامل فارغ. راح نكمل كامل الفلفل اللي عندي، ومن بعد راح نرجع لكم. بعد ما نحيت له الزريعه تاعو كامل وفورته مليح، هنايا راح نجيب هذه الاشواك اللي راح نرحيه فيهم. بعد نزيد المره الثانيه في هذه الرحايات اليدويه، هنا نديرو في السيار هذا الرقيق خلاص، يعني نزيد نخرجو فيها. هنا كيما راكم تشوفوا يعني نحطو هنا، يعني ما يهمش هذا الاشواك، يعني نديروه في اي روبو اللي عندنا. وكما قلت لكم يعني رحيته عفوا فورته مليح. كنت غلقت عليه الكسكاس وفورته وخليته يتفور مليح. هنايا راح نرحيه هكذا. بعد ما رحيته راح نزيد نحطه في هذه الرحاية اليدوية هكذا باش تخرج مليح الهريسة تاعي تجي على بالي كيما راكم ديروا كامل. وانا جيت نصور نخدم في هذه الهريسة ونصور فيها، قالت لي ما علاش راكي تصوري زعما ما يعرفوش يخدموا الهريسة؟ قلت لها ما على بالي كامل نسا راهم نسا تاعنا في حلات وراهم يخدموا كامل الهريسة، بس حبيت نشارككم معاهم هذا الفيديو ونتمنى يعجبكم. هنا كيما راكم تشوفوا خرجته، شوفوا كيفاش رجعت الهريسة نتاعي. وهنايا راح نحطها في مقلاة، نحط عليها شوية تاع زيت ونحطها على نار متوسطة ونبدأ نحرك حتى هنا. يعني درت معاكم كمية يعني قليلة صورتها، لكن أنا درت يعني من قبل يعني درت كمية معليش لاباس بها. هكذا كما راكم تشوفوا هنا راهي الهريسة تاعي تغلي، غلات غير شوية، نحركها مليح ونحيها من فوق النار. جبت هنا زوج سنات ثوم ربيتهم فيها، يعني الهريسة كيما على بالكم تحب الثوم. ونحط عليها شوية تاع التوابل، عندي هنايا الكمون، نزيد عليها شوية تاع الملح هكذا، ونحرك مليح حتى ندخل كامل هاد التوابل في الهريسة، ونخليها تبرد مليح.
ومن بعد راح نحطها داخل هذه البلارات ولا القزازات اللي كنت عقمتهم من قبل. يعني لازم يتعقموا باش تبقى الهريسة تاعنا مدة أطول. وهنايا راح نعطيكم السر اللي قلت لكم عليه، اللي نقدروا نحافظوا عليها، يعني نغلقوا عليها مليح. هي الشحمة، هذه الشحمة تاع الغلمي ولا أي شحمة عندكم، ذوبتها هنايا ونحطهم، نحطها فوق هذه الهريسة. يعني على هذا السر عطته لي أمي، هي اللي كانت تخدم هكذا، وقالت لي الهريسة دايما تبقى لي مدة طويلة بلا ما نخسرها. هكذا كما راكم تشوفوا، غير نحطو دقيقة دقيقتين راح تجمد كامل هذيك الشحمة. وبهذه الطريقة نحتفظوا بها بلا الحافظ وبلا ما نحطوها في المجمد. هكذا شوفوا كيفاش رجعت جمدت عليها كامل. هكذا راح كما راكم تشوفوا نقلبها بلا ما تسيح لي هذيك الهريسة. هكذا كما راكم تشوفوا. ومن بعد نزيد نغلق عليها مليح. وهذه هي الهريسة نتاعي تاع اليوم. نتمنى الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم. نقولكم يعطيكم الصحة على المتابعة. نشوفكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر. سلام.